هفكر وارجع لك، ممكن نتكلم بعدين، هستشير حد الاول. جمل ممكن تبقى اشارات كده معناها ان العميل لسه متردد في انه يحجز معاك، بس ده مش معناه انه مش مهتم، بالعكس هو محتاج زقه، والزقه دي لازم تكون بسيطه عشان يقدر ياخد القرار. ازاي انت بقى كاخصائي نفسي تتعامل مع التردد ده بذكاء؟ رقم واحد، اسال اسئله مفتوحه تساعده يعبر عن مخاوفه، كده بتدي فرصه للعميل انه يعبر، ومن خلال كلامه هتقدر تجاوبه على المخاوف بطريقه مقنعه. رقم اتنين، وضح الفوائد بدل ما تقعد طول الوقت تركز على السعر. يعني بدل ما تبدا تقول ان الجلسه ب 500 جنيه، جرب تقول هتدفع 500 جنيه والجلسه دي هتساعدك تاخد خطوات في عمليه الخروج من الازمه اللي بتمر بيها. وهنا العميل لازم يحس بقيمه الجلسه مش بتكلفتها. رقم ثلاثة، استخدم الدليل الاجتماعي. ممكن تقول ناس كتير كانوا في نفس موقفك، او ان حد من العملاء بتوعي كان عنده نفس مشكلتك، وبعد 3 جلسات بدانا نوصل بفرق كبير في الممارسات بتاعت حياته اليوميه. الناس بتصدق التجارب الواقعيه اكتر من الاعلانات. رقم أربعة، قدم احساس الندره للعميل. يعني ما تقولش احجز بسرعه قبل ما يفوتك العرض، ده هيبان كانه ضغط، لكن ممكن تقول ايه، جدولي الفتره دي مليان شويه، بس اقدر اوفر لك ميعاد الاسبوع الجاي لو حابب تبدا. هنا العميل هيحس ان في قيمه عاليه للوقت اللي انت بتقدمه له. رقم خمسة، خليه يحس بالامان في قراره. لو لسه متردد ممكن تعرض عليه حل وسط، زي انك تقول له ممكن نعمل جلسه تعارف قصيره، ولو حسيت انها مناسبه هنكمل، او تقدر تحجز الجلسه الاولى، ولو حسيت انها مش مفيده ليك تقدر تلغي الجلسات الجايه بسهوله. كده هتقلل خوفه، وفي نفس الوقت هتساعده في اول خطوه. اسال عن اسباب التردد بطريقه ذكيه، وركز على الفوائد بدل ما تركز على السعر، واستخدم التجارب السابقه كدليل اجتماعي مع العميل، وقدم احساس الندره من غير ما تضغط عليه، وخليه يحس ان هو عنده اختيار امن من غير ما يكون مجبر على حاجه معينه.